السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سقوط كبار إفريقيا يتواصل، وهذه المرة مع المنتخب الوطني الجزائري الذي وقع في فخ التعادل أمام منتخب أنغولا الذي ربما كان أداؤه متذبذب. تصريحات جمال بالماضي كانت جد منطقية، بحيث تحدث حول بعض نقاط المباراة، أبرزها اللياقة البدنية للاعبين. من أجل الحديث حول هذه النقاط ونقاط أخرى حضرنا لكم ريبورتاج من تصميمنا، نشاهد سويا ثم سيكون للحديث بقية، فعلى بركة الله. من وحي التعادل بطعم الخسارة. لست خبيرا في الجلد المنفوخ، لكن أسمح لنفسي لأقول أن استراتيجية اللعب التي ينتهجها الناخب الوطني جمال بالماضي صارت كتابا مفتوحا يقرأه القاصي والداني، تفتقر للتجديد، تفتقر للإبداع وحسن قراءة المنافس، وبذلك صارت خططه التكتيكية منتهية الصلاحية. ما أشبه البارحة باليوم، بغداد بنجاح بذكريات القاهرة يسجل أول أهداف المنتخب الوطني في البطولة بيمناه في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المنتخب الأنغولي في الدقيقة 19 بتمريرة المحارب بلايلي الذي راهن عليه وزير السعادة. تنويع في اللعب بكرات قصيرة مرات وطويلة مرات أخرى لم يفهمها دفاع أنغولا، وبنجاح يؤكد جاهزية منتخبنا الوطني بهدف أقل ما يمكن أن نقول عليه أنه عالمي ولا يحدث في ملاعب الكرة إلا نادرا. يرفض الهدف بداعي التسلل، وردة فعل المنتخب الأنغولي كان خجولا جدا في مطلع الدقيقة 40. بنجاح كان عريس الليلة وكاد يكرر نفس السيناريو الهدف الأول، لكن هذه المرة كان متسللا، وكرة بلايلي الجانبية ينتهي بها الشطر الأول للعرض المميز الذي قدمه محارب الصحراء. وبداية الشوط الثاني ينظر يوسف للجماهير الحاضرة لتلحق الكرة نظراته. سيطرة الخضر كانت واضحة في الشوط الأول، لكن مستوى اللياقة البدنية للاعبين في الشوط الثاني ومرحلة الضعف التي مر بها اللاعبون استغلها المنتخب الأنغولي. وفي الدقيقة 64 ضربة جزاء بعرقلة من بن طالب للاعب بابا مالودو يتقدم لها ويسجل هدف التعادل وسط خيبة جماهير العربية والجزائرية خاصة. تعادل بطعم الخسارة إن صح التعبير، ربما به نراجع حساباتنا حتى يمكننا المواصلة نحو التتويج القاري إن شاء الله. كما تلاحظون أن المنتخب الوطني الجزائري قدم واحدة من أجمل المباريات في الكأس الإفريقية، خاصة في الشوط الأول، إلا أنه في الشوط الثاني هنالك نقطة فراغ أو مرحلة فراغ استغلها كما يجب المنتخب الأنغولي، وهذا ما صرح به جمال بالماضي من خلال تصريحات ما بعد المباراة مباشرة، حيث ركز على أبرز النقاط، ألا وهي أن المنتخب الأنغولي استغل كثيرا فترة ضعف المنتخب الجزائري، ومما أدى إلى تعديل النتيجة في الدقيقة 64. في المقابل مطالبة اللاعبين بعد المباراة مباشرة وفي غرفة تبديل الملابس بالتركيز وبالاستمرارية بنفس النهج إن شاء الله، لأن البداية هذه إلى حد بعيد لم تكن موفقة أو مأمولة، إلا أن تبقى كافية إن شاء الله من أجل المواصلة. بالحديث حول المباراة، شهدت المباراة ضغط رهيب جدا من طرف المنتخب الجزائري، خاصة كما ذكرنا في الشوط الأول، شوط ربما ممتاز جدا على جميع الأصعدة، من خلال الأهداف، من خلال التمريرات الطويلة، تنويع في اللاعب، تمريرات قصيرة. على كل حال هذه المباراة ربما أو هذا التعادل ربما كان درس لنا في بداية المشوار، حتى يمكن أن نراجع ما يمكن مراجعته، حتى نصحح أخطاء، حتى نستمر كما يجب. لما لا، خاصة أنه الأدغال الإفريقية معروفة بكل الأمور الجانبية، أبرزها الكولسة بالإضافة إلى الرطوبة وحتى الحرارة، أو أحيانا مستوى اللاعبين أو اللياقة البدنية اللي غير متعودين عليها، على غير مثلا أيد نور اللي ربما يكتشف الأجواء الإفريقية لأول مرة، لأنه ربما لاحظنا باللي عندنا 7 لاعبين تقريبا شاركوا في كأسي 2019 بمصر وكأس كاميرون ب 2021، وهذا ما أدى إلى ربما تذبذب في المستوى وحتى رجوع، صراحة الرجوع في المستوى. ولأن التبديلات من وجهة نظرنا، هذه النقطة لازم نركزوا عليها، من وجهة نظرنا التبديلات كانت متأخرة جدا، لأنه لاحظنا باللي فراغ المنتخب تقريبا في الدقيقة 55 حتى 57، لاحظنا باللي أغلب اللاعبين في المنتخب الوطني الجزائري مستوى تراجع.
كنا نحتاج هنالك إلى نفس ولو تغيير أو تغييرين حتى يقدم الإضافة، وهذا ما لم يحدث. ولا زال جمال بن ماضي مع طريقته المعتادة التأخير في التغييرات، أن اللاعبين قلنا باللي ربما أجواء والتحضيرات كانت ربما مرهقة. أتمنى أن تشاركوني آراءكم وأفكاركم في التعليقات من خلال هل كان مستوى المنتخب الجزائري منتظر أم هنالك علامة استفهام كبيرة. هنالك ربما كما لاحظتم معي أو من وجهة نظري الخاصة الجهة اليمنى للمنتخب الوطني الجزائري كانت نوعا ما مستوى اللاعبين سواء عطال أو بدرجة أيضا في المقدمة محرز كانت ربما لم تكن لديها الفاعلية المطلوبة كما يجب، خاصة في الشوط الأول. في المقابل لاحظنا باللي الجهة اليسرى بقيادة أيد نوري وحتى بن ناصر وحتى بليلي كانت نشطة جدا، اندفاع بدني قوي، هجوم، توغل، عدم خوف، تمريرات، تنوع في اللعب، تمريرات قصيرة، تمريرات طويلة، إلا أنه الجهة اليمنى لم تقدم كما يجب. فحسب نظركم وحسب وجهة نظركم هل فعلا المنتخب الوطني الجزائري لم يكن متوازن؟ ربما كانت فترات متذبذبة في المستوى كما يجب، فترات كان فيها المستوى مش ولا بد، أم أنه توزيع اللاعبين أو توزيع الطاقة لبعض اللاعبين لم يفي بالغرض، وهذا ما أدى إلى الخروج بنقطة واحدة هي بالمناسبة كافية جدا من أجل المواصلة في مضمار المسابقة الإفريقية ولما لا إن شاء الله التتويج. أني لا زلت أراهن على أن المنتخب الجزائري دائما وأبدا بداية تكون هكذا متذبذبة، إن خرجنا على ما يرام فستكون إن شاء الله النتائج جد عكسية وجد إيجابية. وكما ذكرنا شاركونا بآرائكم، شاركونا بأفكاركم، ولا تنسوا إخوتي وأحبتي في الله الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا على المواصلة. دمتم أوفياء، سلام.